السلام عليكم، مرحبا بكم بعد الصلاة والسلام على حبيبنا مصطفى. جبت لكم الزلابية، خير من الزلابية، معسلة بزاف 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 هايلة. الا عندك هذه المقادير اللي حنذكرهم ضربك، غير نوضي ديريها للعشية في 5 توجد، وما فيهاش مقادير بزاف، معناتها قادر المقادير تاعها تصيبيهم عندك في الدار. جاتني بزاف 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 هايله. شتي هذاك المول اللي نخدموا به المقروض ولا نخدموا به هنايا حبيبتي، ما تخدسيش غير المقروض ولا الحلوى زعما معينه. انا خدمت بهذا المول تاع المقروض. جاتني معسله كيما الزلابيه ولا كيما الصامصه، ولا نعتمدوها كمعسلات شهر رمضان ان شاء الله. نبداو على بركه الله في الريسيبيون تاعي. درت انا هذاك لو زاست المجفف، درت شويه تاع لافاني، شويه تاع الملح ما ننساهاش. درت هنايا 2 كيلات ونص تاع دقيق فين، اي دقيق يكون عندك. ودرت نص كاس تاع فرينه. انا عندي الزبده هنا مذوبتها، انا نستعمل لابيل باه تجيني مليحه، لابيل ما فيهاش الماء بزاف. كملت الكيله تاعي بشويه تاع الزيت. شتي كميه تاع الزيت اكبر من كميه تاع الزبده كبيره على كميه تاع الزيت. انا كملت برك داك العبر تاع الزبده كملته بالزيت. انا كملت درت كاس تاع كاوكاو يكون محمر وطاحناته درته ولافاني. هنا نبسس مليح مليح بهذاك الليدام تاعي. صافي درنا عبر، 2 عبار تاع 2 عبار ونص تاع دقيق فين، ونص عبار تاع فرينه، وعبر تاع ليدام اللي هي زبده، ونكمل بشويه تاع زيت، وعبر تاع كاوكاو تكوني محمرات ماشي حارقات ومحمر. مقلي مليح. نطحنوه كيما البقلاوه، كيما نروح نديرو بقلاوه. ندير كامل المقادير تاعنا كيما هكا، ونقعد نبسس مليح مليح في داك الدقيق تاعي والفرينه والسميد. تبغي ديريه بالسمن ديريه بالسمن عادي. مع الزبده هذيك. هنا الكميه تاع الماء، شوفوا هنا اللي خديت كامل هذيك الكميه تاع الكاس تاع الدقيق اللي كيلت بها الدقيق نفسها درتها. نتاع ما يكون شويه دافي، ما ديروش بارد بارد بزاف، يكون شويه دافي. هنا نلون هذاك المقادير تاعي كامل كما راكم شايفين من بعد ما بسستها مليح. هنا تقدري تدلكيه قد ما تدلكي عادي، ما تخافيش كامل من هذه لاباط. هنا دلكتها مليح مليح هكا واحد 2 دقائق ولا 3. شوفوا الكميه تاع الماء هنا اللي درتها مع واش درتها هنا. يلا السميد تاعك الدقيق تاعك هذاك شرب لك، زيدي ديري شويه تاع ماء قد ما تولي العجينه تتكون لك عادي. معناتها تقدري تشكليها في اي مول ولا اي حاجه عادي ديريها. انا كميه تاع الماء اللي درتها مع زدت الماء جاني حساب هذاك هو. درتو في بابي سيلوفان وخليته يريح على 10 دقائق ولا ربع ساعه. نعاود نرجع نخدم به. هنا في نفس الريسيبيون جبت كيلة تاع كاوكاو مطحون، درت فيها شويه تاع لافاني، ندير فيها فاني هذاك المبشور تاع الليمون المجفف راني خدماته. تصيبوه في القناه تاعي في التحضيرات تاع رمضان اللي درتها تاع الحمضيات. تصيبوه كيف خدمت هذا الزاست هذا مجفف مبشور تاع الليمون مجفف. تجي ريحته كونسونطري، يجي بزاف هايل وبنين في كامل الحلويات ولا كعك ولا لامونا، ولا يجي ريحته بزاف باينه في الحلوى اللي نديروها. انا نكمل الكاوكاو هذاك زدت عليه مغرف تاع زبده، وزدت عليه مغرف كبيره تاع السكر كريستاليزي ولافاني وذاك المجفف تاع الليمون. هنا نقعد ندير غير شويه تاع ماء دافي داك اللي لونت به لاباط تاعي. نعاود نلون به هذه غير شويه شويه، ما نخلوش تتعجن يتعجن. حال هكا بيدك ما تقويش الماء، بغات ديري غير بالمغرفه حتى كي تصيبيه الكريات تاعك هكا يتشكلوا، ما يكونش جاريه وما تكونش يتلصق في يدك بزاف. شوفوا هنا كيف يجي القوام تاعو. انا كي نشكلو في يدي يتشكل لي عادي. رحت هذوك الكميه تاع الكاوكاو تاعي وزنتهم 10 غرامات. وزنت كامل كميه تاع الكاوكاو هذيك تاعي 10 غرامات. وبالنسبه للاباط درت 29 غرام حتى 30 غرام. الحبات كامل يجوا كيف كيف، ما تجيش وحده كبيره وتجي وحده صغيره. هنا نحل هذيك لاباط تاعي وندير فيها في وسطها هذاك الحشو. هذا هو المول خواتاتي نورمالمون كامل رانا شارينه في الدار. اللي ما عندكش شريه 10,000 ولا 15,000 وتي شريتيه. كنت ندير به كاطو ساك، كنت ندير به كاطو بالكاكاو، وندير دي فوا دي صابلي، وندير فيه كونفيتور، وكنت ندير به
كيف يسموه مقروض بريستيج وكامل. هنا نزيدو ما نستعملوش غير هذا مكان، نستعملوه في اي حاجه كي تكون عندنا في الدار نسيو نجربوها في شحال من حاجه. معناتها ما نوقفوش غير عند هذاك المقروض بريستيج ولا حاجه. راني استعملتكم في هذا المعسله، جات بزاف بزاف بنينه كروستيونط. واش نقول لكم، وقعدوا معايا تشوفوا كي تتقلى وكي تتعسل كيفاه تولي. كما شفتوها في بداية الفيديو حطيتها لضيافي ثاني هبلوا عليها، درتها لهم مع اتاي، عجبتهم بالبزاف وكامل داو العغوسات تاعها. هنا ماهيش بالفرينه، راهي فيها دقيق وفيها سميد. جات بزاف بنينه سورتو كي صبحت هكا كروستيونط، معناتها ما صرالها والو، ما تعجنت ما ذبالت ما صرالها والو، قعدت هكاك كروستيونط وبنينه بنينه. داك المجفف تاع الليمون زاد طلق لها واحد البنه هايله مع اتاي. واش نقول لكم، بنه على بنه. بدلوا شويه من الزلابيه من قلب اللوز وكامل، ديروا وصفه كيما هذه ما متشدلكم 3 ايام سمانه قد ما تقعد راح تقعد مليحه معسله. الله الله عليها. هنا كملت كامل الكميه تاعي هذه كانت تاع المعسله هذه. الزيت تكون سخونه الله الله عليها. شوفوا كيف تقلع دوغي. كانت سخونه، قصت فيهم هذوك الحبات، وليت نقيس في الوسط هذاك تاع الحبه بيجوني الحبات كامل دوغي، ما تبقاليش بيضه لداخل. مباشره درت شويه تاع حسيله، درت فيها شويه تاع مزهر، نسمتها بشويه تاع مزهر بلا ما غليت. مع غليت الحسيله تاعي ما والو، درت فيها غير 2 مغارف كبار تاع مزهر. الزيت طلق لنا البنه مليحه. وكملت عسلت كامل الحبات تاعي هاك سخونين من المقله للحسيله كيما راكم شايفين. كملت كامل غليت هذوك الحبات تاعي بجاو بيان دوغي. ستفتهم كامل، خليتهم شربوا واحد الساعه حتى لساعتين. كي كملت كامل الشغل تاعي هكا في الليل حكمت بلاطو وستفتهم كامل. ودرت كاوكاو شويه مدشش كان الزيت، درتهم في الوسط هذوك الثقبات. انتما كان عندك مكسره ولا تكون عندك اي تزيين بغيتي ديريه في هذوك الثقبات اللي يبقاو لهنا. التزيين هنا اختياري، انا بغيتهم هكا وعجبتني المنظر تاعهم، عجبني عادي. انا ما كانش عندي لي كيسات، ما بغيتش ما كانش عندي كيسات معسلين. نعم لضيافي حطيتهم نورمال في هذاك الطبيسي هذاك تاع النحاس. المهم الطبسي تاعك تاع النحاس حطي فيه بابي سيلوفان، ما تحطيش فوقه مباشره حاجه معسله بما يطلقش هذاك النحاس الريحه تاع النحاس في المعسلات تاعك. شوفوا لي الداخل كيفاه جا معسل حتى القلب الحبه لداخل معسله وبزاف بزاف بنينه. ان شاء الله تجربوها برك وتبدلوا شويه في هذا رمضان. سيوها في هذه الايامات وخلي هذا الشهر رمضان ان شاء الله باذن الله ديريها. وصفه راهي حتحمر لك وجهك، بنينه ومعسله. قلت لكم حتى القرب ديريها مع اتاي. بنينه بالبزاف. ان شاء الله خياتي تجربوها، ولا جربتوها ثاني ما تنسايش تخلي لي في الكومنتار اسكو عجباتك ولا ما عجباتكش. نبدلوا شويه. هذا هما الحلوى تاعي، هذه المعسله تاعي حبيباتي تاع نهار اليوم. قلت لكم انا حطيتها لضيافي عادي مع اتاي، وحبتها قاطو كان عندي بصح هما هذه هي اللي عجبتهم كامل فيهم وداو كامل الوصفه. وهذه هي الوصفه تاعنا خياتي تاع نهار اليوم. ما تبخلوش عليا بداك الجيم والكومونتير كيما ما نبخلكمش انا باي حاجه نسيها وتعجبني وجربتها وتعجبني نبارطاجيها معكم. شوفوا هنايا هذاك المعسله كيف جاتني هنايا في الطبيسي هذاك. في الفوار هذا ولا طبيسي كل واحد كيف يقولوا. جات بزاف هايله الشكل تاعها والمذاق تاعها وناجحه الوصفه 100%. ان شاء الله حبيبتي تجربيها وما تبخليش عليا بداك الجام. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.